السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات إشراق. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم بإذن الله راح نحضروا مع بعض بوراك راح يكون فيه قمة القرمشة. يجي بزاف بزاف بنين صدقوني، ويجي طيب حتى للقلب والبنة ما نحكي لكمش. البوراك تاع نهار اليوم راح يكون بالدجاج على طريقتي، ونتمنى ما تراطيوش الوصفة تاع نهار اليوم وفرجة ممتعة. يلا خياتي، هنا اول حاجه عندي الصدر تاع الدجاج. عندي زوج حبات بطاطا مغلين، عندي الزيتون بعد ما غليته، عندي حبه متوسطه تاع بصله، وعندي معدنوس، عندي فلفل اسود، قرفه وملح، والفرماج اللي كنت خدمت معاكم منزلي او فرماج الطلي. يلا خياتي، هنا واش نجيب؟ نروح نجيب الاشواق تاعي، نضيف حبه تاع البصل نقطعها في الروبو. اول حاجه عفوا نضيف معدنوس، نقطع كلش مع بعض، نخلط كلش في الروبو تاعي. كما نعرفوا البوراك دائما يكون حاضر في الشوربه، عفوا مع لاصوب سواء تاع الحريره ولا شوربه فريك ولا شوربه فيرميسال. سورتو في رمضان لازم يكون على مائدة الفطور. يلا خياتي، هنا بعد ما ضفت البصل ومعدنوس ضفت نص الصدر تاع الدجاج، ضفت عليهم لي زيبيس اللي هما فلفل اسود وقرفة وملح. ما تكتروش الملح لانه الفرماج تاعنا فيه الملح. يلا خياتي، ناخد الربو تاعي ونرحي كامل المكونات مع بعض ونخليها تنسجم. صدقوني كي تخلطوا هكذا كلش يعطينا واحد البنة في القمة، يعني بنة ولا اروع. يلا خياتي، ناخد هنايا، شوفوا هنا بعد ما رحيتو كامل المليح نتحصلوا على هذا الشكل. نخلط كامل الخليط تاعي ونروحوا نوجدوا المقله تاعنا ولا كاسرونه. انا ضفت المقله تاعي فوق النار، ضفت لها الزيت حوالي 2 ملاعق تاع الزيت كبار، ونضيف الخليط تاعي اللي كنت رحيته معكم في الاشواغ. فوالا، ونخليه يطيب، نخليه قبل يتحمس حتى هذاك البصل يحط لي كامل الماء تاعو. وبيان سور باش نزيد له شويه تاع الماء، حوالي نص فنجال تاع الماء. يلا هنايا نقعد نحرك معاكم، نقعد نغطي ونعاود نقلب، نغطي ونعد نقلب حتى يعني نشوفوه باللي بدا يطلق لي كامل في الماء تاعو اللي هو البصل. صدقوني هنايا بعد ما كنت كي كنت نحمسو او كي كنت نطيبو كان يمد واحد الرائحة بزاف بنينة، يجي بنين هكذا بولياشي ولا لافيوند، يعني يعطيك ذوق بزاف بنين. شوفوا هنا البنات، بعد ما طلقت كامل الماء تاعها البصل، نزيد هنا نضيف له حوالي نص كاس، عفوا نص فنجال تاع الماء، ونخليه يطيب حتى يشرب كامل الماء تاعو. لازم هاد الخليط لازم باش نضيفوه نخلطوا المكونات الاخرين لازم يكون ناشف مليح. يلا خياتي، هنايا بعد ما هاوليك الخليط تاعي نشف لي كامل في المقله تاعي، وبعد ما طاب تحصلت على هذا الشكل، نفرغه في الغيسيبيون تاعي ونضيف عليه الزيتون. انتي وعدد يعني كما يقولوا انتي تعرفي عدد افراد العائله تاعك او كميه عدد افراد العائله تاعك. انا هنا ضفت الزيتون، ضفت حوالي 3 ملاعق او 4 تاع ماكله كبار. ضفت انا هذوك 2 حبات تاع بطاطا بعد ما غليتهم، كنت ديجا عبصتهم هكذا بالفرشيطه، ونزيد نفرغهم على الخليط. فوالا، ونزيد نضيف حوالي 2 ملاعق تاع جبن الطل. هذا الجبن اللي كنت خدمته معاكم ديجا، خدمته معاكم في الفيديو السابق. ضفت هنا حوالي 2 ملاعق منه، صدقوني ضاف لي واحد البنه الروعه البنات. كي نقول لكم بنه في القمه، بنه في القمه ما شاء الله. نتمنى تجربوه واكيد راح ينجح لكم، وضاف لي يعني كما قلت لكم سبق من قبل بنه في القمه. يلا خياتي، نكمل نخلط كامل الخليط بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. فوالا، نخلط بالمغرفة مليح كما راكم تلاحظوا هكذا، ونروحوا نجيبوا الديول تاعنا اللي كنت خدمتهم البارح معاكم. البارح كنت درت معاكم غير ديول، واليوم نخدموهم كيف كيف باش تشوفوا يعني باللي صح صادقين وصح نجحوا 100%.
يلا خياتي، هنا فتحت بورقة واحدة تاع الديول، ضفت لها الجبن الطالي، ونروح نبدأ نعمر في البوراك تاعي بهذا الشكل. ناخذ كما قلت لكم كمية تاع الجبن، نديرو انا ديجا كنت درت في الخليط واستضفت في الديول تاوعي. نزيد هكذا نعمر بالمغرفة، نحط شوية الحشو، يعني طريقة سهلة ومبسطة، وحبيت نشارك معكم هذا الفيديو باش تعرفوا باللي الديور تاع الدار يكذب عليك، ماشي كيما تخدمي الحاجة بيدك، ماشي كيما تعرفي النوعية، ماشي كيما على بالكي واش درتي، على بالكي واش طيبتي، ماشي كيما تجيبي الحاجة من برا، ولكن الاختيار حبيبتي. يلا انا هنا كيما قلت لكم عمرت الحبة الاولى، نزيد الحبة الثانية معكم بهذا الشكل، نزيد نمشي كامل الجبن. فوالا، طريقة بزاف سهلة وبسيطة، ان شاء الله تكون تفيدكم. كالعادة دايما خواتاتي نقول لكم ما تنسوش بارطاج جيم لا فيديو وتفعيل الجرس باش يلحقك كل جديد ان شاء الله. واي مشتركة دخلت جديدة على قناتي نقولها مرحبا بك حبيبتي، ويعطيكم الصحة على يعني على تعليقاتكم الإيجابية. يلا خياتي، هنا بعد ما ضفت الثانية نضيف معكم الثالثة، ونروح نبدو نقلوهم مع بعض. وانا بطبيعة الحال كنت كملت عمرت كامل الحشو تاعي في البوراك او في الديول اللي قعدوا هكذا، برك حبيت نوري لكم الطريقة يعني كيفاش تخدموهم، وحبيت ايضا نوري لكم بلي نجحوا لي 100% على الديول اللي كنت خدمتهم ديجا معكم البارح. يلا نكمل نغلق هذه الثالثة ونروحوا نجوزوا. انا هنا كنت ديجا كملت عمرتهم، ونروح نجوز المقلة تاعي. يلا خياتي، شوفوا هنايا بعد ما عمرتهم كامل هم ليك قدامكم، عمرت كامل الحشو توعي جوني الله يبارك. ونجوزوا للمقله تاعنا. هنا بعد ما حطيت المقله تاعي ضفت لها شويه زيت، وبيان سور لازم تخلو حتى الزيت تاعك تبدا تغلى، ما تروحيش تضيفي البوراك تاعك في الزيت بارد، من الاحسن يكون سخون. وبيان سور قعدي تعسي فيهم باش ما هما بالخف يطيبوا لك، وعندنا الحشو بيان سور راهو طيب. بيان سور ما تبعديش عليهم، اقعدي تعسي فيهم وقلبيهم باش ما يحمرولكش مليح ولا باش ما ينحرقولكش. يلا نقعدوا هكذا، نقعد نقلب فيهم حتى نشوفهم خضوا لي هذاك اللون الذهبي بهذا الشكل، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. فوالا خياتي، شوفوا هنا كيفاش خرجوا لي، يعني خرج لي بوراك ما شاء الله. كنت ديجا وريته لكم في الديبي. شوفوا البنات، جاي قرمش، جا واحد البنه ولا اروع. شوفوا جاي قرمش وجا خفيف وجا بنه في القمه. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم يا البنات. فوالا، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وتهلاو في عميرتكم. الى الملتقى ان شاء الله، والى فيديو ان شاء الله جديد. سلام حبوباتي.